في موقف ناري اثناء تتويج النادي الاهلي بالسوبر المصري، زيزو يهين نائب رئيس نادي الزمالك ويتجاهل مصافحته اثناء مصافحه بقيه المسؤولين. بس قبل اي حاجه، لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. احمد مصطفى زيزو نجم النادي الاهلي عمل تصرف خلى الجمهور كله يتكلم عنه اثناء تتويج النادي الاهلي بكاس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 2-0 في ملعب محمد بن زايد بابو ظبي. كاميرات رصدت لحظه زيزو وهو بيتجاهل مصافحه هشام نصر نائب رئيس الزمالك وعدى من قدامه كأن مفيش بني ادم قدامه واقف. اللقطه دي انتشرت بسرعه وولعت السوشيال ميديا، وجماهير الفريقين بداوا يتناقشوا هل اللي عمله زيزو صح ولا غلط. بس الحقيقه ان الموقف ده له خلفيه قديمه. القصه بدات من ايام مفاوضات التجديد بين زيزو والزمالك قبل رحيله. ساعتها حصل توتر كبير وهشام نصر خرج بتصريحات ضد زيزو وقال انه كان بيطلب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد علشان يجدد عقده، ومن وقتها العلاقه بقت متوتره جدا. ولما اتنقل زيزو للاهلي الموضوع بقى منتهي بالنسبه له، وعلشان كده لما جه لحظه التتويج الموقف القديم ده رجع قدام عينه فقرر يتجاهله. ناس شايفه ان زيزو كان عنده اسبابه، وناس شايفه ان الموقف ما كانش وقته. بس اللي مفيش خلاف عليه ان اللقطه دي هتفضل واحده من اكتر لحظات السوبر جدل واثاره. وفي النهايه قولوا لنا رايكم في التعليقات، هل زيزو كان عنده حق ولا كان المفروض يتصرف بطريقه تانية تليق بالنادي الاهلي؟ وكده وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. كلام معكم حسن سعيد.